اوبا. على فكرة الصورة مش مبيناها او الكاميرا، بس هي الشمس طالعة اصلا لونها احمر. شفتي الشمس بتطلع لي اكنها كده تتولد طالعة. وظهورها لسه ما ظهرش الظهور الكامل. كده بقى ايه ظهرت الظهور الكامل. شفتي يا ماما معاكي شمس جنبك وشمس بتصور. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. سبحان الله سبحان الخالق سبحان البارئ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل الكلام نحمد ربنا حمدا كثيرا وفيرا طيبا مباركا فيه على كل نعمة ربنا اداها لنا. الحمد لله والشكر لله والصلاة على نبينا حبيبي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يا رب الفيديو النهاردة يعجبكم وينال إرضاكم وتكونوا بأحسن حال، وربنا يفوت الأيام والليالي عليكم بالخير واليمن والبركات، ويكون خير جديد وزرع جديد وسنة جديدة عليكم إن شاء الله وعلى الناس كلها والمسلمين والمؤمنين والأمة كلها. بسم الله. عملناها في محلول النقع ليمون وملح وخل وفلفل اسمر ومنديل زنجبيل. ديت محلول النقع، قطعناها 8 منابات وتعالوا نشوف هنعملها ازاي في الحل. شطفة حلوة كده بعد التتبيلة. سخنا حلة وهنبدأ نسلق ايه دول الخطوة. طبعا 8 منابات دي فيها والسد 4 منابات. 4 منابات. تقلبتين 3 لحد ما تتشرب، وبعدين نضيف لها شويه اضافات. خليكم معايا. دي مش ميه، دي دهون. خلاص سمعنا تكتلت الدهون كده صفت ميتها. هنبدا ننشلها في الوعايه الثانيه مع تتبيله. دهن من الفرخه نزلته وتربيه بيتي مع بصل وثوم مطلع تشويحه بسيطه اهي. طبعا تقطعيهم ان هم تشويحه بسيطه. بعد ما اتشوحت زي دي هضيف لها كوب من الحليب. بعد الحليب هنحط الزعتر. هبدأ بقى بعد ما رصيتها كده في الصينية هغطيها 5 دقايق او 10 دقايق على قد ما السوائل وهتابعها برضه. قبل ما اغطيها هضيف لها التوابل بتاعه المشاوي. ضفت كده التوابل اهي حطيتها اهيت وهديت بقى ايه بدل ما كانت عاليه. على فكره اهوت كانت منها عاليه. هبدا بقى اهديها واشوف طبعا التوابل فيها بابريكا بقدونس مجفف ثوم بودر بصل بودر اللهم صل على النبي ملح كل التوابل. اللهم صل على النبي. بجيبه باكو صحيح بس التوابل دي ما شاء الله بتفرق معاها في الطعم. فين
منقطع ولا؟ هتبعها من وقت للتاني مغطياها وحبكي على الغطا. وهنعمل رز بشعرية عشان ما اطولش عليكم في نفس الحل، بدهنها بالدهن اللي هو الصفة منها كده. اسرع طريقة للشوي الفراخ لو عندي فرختين فرخة في ثانية اهوت، مش هتاخد منك وقت على ما تروح تودي للشوي والحاجات ديت. الشوت اهيت بدأت تشفشف، سمنها بدأ يعمل حليب شربته اهوت، ما عادش حاجة زي شايفين. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بسم الله ما شاء الله. هتاخدي بس دقيقة في الفرن عشان بس الوش بس تاخدي طعم الشوي كده، تبقى اطعم واسهل واسرع طريقة لشوي الفراخ. كده هي استوت على البوتاجاز اهي، بس تيجي نقول من غير فرن اهي، شوية من غير فرن زي ما انت عايز. بس هندخل الفرن بس عشان يعني ايه اللسعة بتاعت الفرن بس الشوي. امال هي كده تتاكل وزبدة وما شاء الله، ونفسها ما شاء الله ولا قوة الا بالله. جميل نفسها وطعمها ولا اشهر مطاعم. كده طلعت بقى من الفرن، خدت وش بسيط 5 دقايق. يبقى كده اسهل طريقة للشوي ما شاء الله ولا قوة الا بالله. طعمها خرافة، طعم جديد، ريحة ونكهة ما شاء الله، الله اكبر ما شاء الله ولا قوة الا بالله. تكونوا استفدتوا ما شاء الله. شوفوا عملنا بقى الرز بشعرية، احلى رز شعرية مفلفل ما شاء الله ولا قوة الا بالله. رز مصري، ده رز مصري يا جماعة. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. احلى رز مصري مفلفل، حباية من حباية.
المصريين هم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلطه بقى، سلطه ومخلل في 5 دقايق كونت الغدوايه. اللهم بارك اللهم بارك. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه برعايه الله وحفظ الله.